ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما. معاكم جو من قناة كرشبوي وحبيب قلبي عم الزويقة كوكو. حبيبي يا جو، وحشني يا ولدي. والله يا حبي. اليوم فيديو عم كوكو بقاله شهرين مطلع عيني. الاكثر طلبا من كيلو. ده فعلا الفيديو الاكثر طلبا من كيلو. تعبني وانا مش عايز اعمله لسبب ان انا المطعم ده كنت باكل منه ايام ما كان بجنيه ونص وب2 جنيه، النهارده بقى ما شاء الله ب 50 وب60 جنيه. قول لنا ايه هو المطعم يا عم كوكو؟ النهارده يا جماعه احنا هنجرب مطعم حوده، وحوده موجود حاليا في ميدان الاسماعيليه وموجود في الرحاب. تمام يا مسهل. ومن اجل هذه اللحظه السعيده عايزين 20,000 لايك وشيروا الفيديو ده في كل مكان، واللي ما اشتركش في القناه يشتركوا ويفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد. هنجيب كل ما هو جديد ونرجع لكم على طول. وها قد حضرت الاشياء. واخر حاجه معانا هنظبط الحاجه دي كلها ونرجع لكم تاني، واوعوا تروحوا اي حته. وها قد عدنا لكم من جديد. الحاجه معلش يا جو، معلش الحاجه جهزت بسرعه يعني الفيديو طاير يا جماعه. الحمد لله يا رب. ما ابتدى التطبيل اهو عشان هو اللي مقترح المطعم. طيب زي ما انتم شايفين كده شويه كبده لذيذه لا باس بها وشويه طحينه وشويه فلفل اخضر. سعر الساندوتش الكبير 22 جنيه. يلا بينا ندوق. يلا بينا. لقمة العيش حلوة، العصارة اللي جوه لذيذة، عامل خلطة هو لذيذة كده، بس كطعم كبدة ما جاش معايا بنكلة، بس فيه برضو انبساط عشان الواحد ما يبقاش كداب. بس طعم الكبدة للي عايز طعم كبدة مش هتلاقيه في الساندوتش ده. هكمل انا ونشوف رأي كيرو ايه. طيب انا بالنسبة لي طعم الكبدة عادي جدا، مفيش فيه اي مشاكل. هي كانت ناقصة لها بس شوية توم، المزازة باينة بتاعت الخل، العصارة بتاعت الكبدة طعمها جميل جدا، لقمة العيش حلوة، كمية الكبدة لا بأس بيها، حجم الساندوتش حلو، أنا مبسوط بيه الصراحة. أديله 8 من 10. هتفق مع كيلو في كل حاجة ما عدا إن طعم الكبدة أنا ما جاش معايا، بس في نظافة في كواليتي. حودة دلوقتي بصراحة لا غير حودة زمان لما كان بجنيه ونص وب2 جنيه عشان الواحد ما يبقاش برضه ظالمه. ما عنديش مشكلة إن أنا أديله 7 من 10. حلو يعني اللي بيحبوا الكبدة برضه هينبسطوا، بس طعم الكبدة ضعيف قوي. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. وتاني حاجه معانا النهارده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، ده سجق بلدي، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الساندوتش مليان سجق، سعره 26 جنيه ونص. سجق بلدي مشوي عشان ايه تاخدوا بالكم. اتمنى والله هو الشكل جامد، الشكل جامد قوي. خدوا بالكم احنا بنبتدي بالحاجات العاديه دي، الحاجات اللي كان بيعملها زمان. حوده عامل بقى افتكاسات وحاجات اسمها الاكزير وبتاع، عامل اختراعات عظيمه جايه معانا لسه. المنيو كبير. يلا بينا ندوق. فكرني بالمشنكاح بتاع زمان. طعمه بالظبط. وفي مزازه حلوه قوي. واو. هنا انا بالنسبه لي ده السهل الممتنع او الممتنع، معرفش بيقولوها ازاي. هو واثق في السجق فما حطلكش معاه طحينه، هي ممكن تضايق ناس. يعني كيرو كان متغاضض من حته ان الطحينه قليله، بس انا هو هنا واثق من نفسه. حط لك الساندوتش مع حته فلفل رومي اخضر والسجق فقط لا غير. انا بسطتني الحته دي. ممكن تكون ضايقت كيرو. هتديله كام وقول لنا ايه رايك فيه برضه. بص هو يستاهل ياخد 10 من 10. تمام، انا ما عنديش فيها اي مشكله، بس انا بحب السجق يبقى معاه طحينه. هو لازم ماشي. فدي ضايقتني، فانا عشان كده هديله 9 من 10. تمام. وانا بعد كل الحلاوه دي انا برضه هديله 9 من 10. هو لا لسه في اكزير وفي بتاع وفي حوارات وفي مكرونه. ده عامل كميه اختراعات غريبه. احنا جبنا كميه لا باس بيها من الايتمات. أيوة. هنجرب وهننبسط النهارده معاك. يا مسهل يا رب. هنجيب اللي بعد كده وانا 9 برضه، احنا الاثنين 9 هذا الايتم. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. يلا بينا بقى ايه ناخد جو الالافرانجا شويه. زي ما انتم شايفين كده ده ساندوتش اسمه زنجر سبايسي، عباره عن قطع فراخ وبعضا من المايونيز. معانا هنا بقى ايه بطاطس. انا كنت طالب كول سلو ب 8 جنيه، جاب لي مكانها طبقين بطاطس شكرا. وفي حاجه هقولها لكم بس لما يجي وقتها، لان في غلطه من المطعم ومش عارفين نتواصل معاه، بس غلطه لصالحه هو، فوالله ما عارفين نتواصل معاه. احنا جبنا من احدى الابلكيشنز الفاشله بتاعت مصر بتاعت التوصيل. وده توميه سعرها 6 جنيه. 6 جنيه مصر. تعال ندوق البطاطس الاول. يلا بينا. والتوميه لطيفه وفيها قرمشه حلوه قوي. هي بس كان ايه يعني حط عليها شويه توابل. التوابل تزيد شويه. بعد اذنك يعني. تعالى ندوق التوميه اللي شكلها معموله شعبي. يلا بينا ندوق التوميه. بلاش. طيب بلاش. خل يعني، خل هو الموضوع خل.
يلا بينا للحدث الرئيسي، ده سعره 40 جنيه ونصف. 40 جنيه يعني. يلا يا عم كوكو. يلا بينا. يا مزاجه. فين السبايسي؟ مفيش سبايسي خالص. طعم الزنجر جميل قوي. طيب انا بالنسبه لي هذا الساندوتش نمره واحد مش سبايسي خالص. انا بالنسبه لي اوريجينال جدا. مش حاسس ان الفراخ حاجه قويه بصراحه عند حوده، لا عاديه جدا، طعمها ضعيف الى حد كبير. ما انبسطتش من هذا الساندوتش بصراحه، ولا من التوميه. البطاطس كويسه بس كانت عايز شويه توابل، سيبنا من التوميه والبطاطس. لا الساندوتش ده حتى الان اقل حاجه جت معايا، يعني اقل من الكبده اللي ما كانش طعمها واضح بالنسبه لي. ده انا هديله بالنسبه لسعره ياخد معايا يبقى في المتوسط 5. عم كوكو. طيب انا شايف ان الفراخ بيضه من جوه مرمشه سنه من بره، لونها ابيض نضيفه، طعمها حلو الصراحه. بالنسبه للمطعم كبده وسجق فهو يعني حلو جدا. بالنسبه لسعرها فلا، انا ممكن بال 40 جنيه دي اجيب حاجه تبقى احلى من كده. مظبوط، اجيب سندوتش كبده وسجق زي اللي جربناهم دول بالظبط. فما رشحش انك تجيب من هناك الساندوتش ده. هل مثلا يبقى وحش او سيء؟ لا، انا هقول انه برضه زي جو في المتوسط. بالظبط، مفيش مشكله خالص. اتفقنا انا وعم كوكو، وهنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. يا نهار ايه اللي انا بقوله ده، ونرجع لكم. ونيجي بقى للي بعد كده، ده ساندوتش كفته يا جماعه، وزي ما انتم شايفين كده كميه الكفته فيه ما شاء الله. سعره 35 جنيه، وفي كابوتشا من تحت ولحسه طحينه بسيطه قوي. انا بيضايقني موضوع الطحينه القليله دي. ما يمكن هو الراجل واثق في توابله ومكوناته، يعني حصل كده في السجق بصراحه. يلا بينا ندوق. يلا. بالنسبه للكفتاء مش وحشه ومش حلوه، بس برضو بنتكلم في 35 جنيه كفته. يعني انا شايف ان هي كفته شركات بس، حاجه نظيفه او خلطه هو يعني عاملها مخصوص، يعني هي مجمده طبعا مش كفته حياتي. لا انبسطت ولا زعلت برضو، يعني زيها زي البانيه، بس ب 35 جنيه على كفته يعتبر مجمده. ارجع اقول بالرقم ده تقدر تجيب سندوتش كفته من عند حاتي. بالظبط، فبرضه هيبقى معايا في المتوسط 5. هو هي في نفس الوقت ولا واو ولا وحشه. بس فانت لو هتروح هناك مثلا لغايه دلوقتي الكبده والسجق جامدين. بالظبط، ده اللي كنت عايز اقوله، ان هو حتى الان بتاع كبده وسجق. هنجيب اللي بعد كده احنا ما اديناش ارقام، انت ما اديتش كام رقمك؟ يعني انا هخليه 5 في المتوسط. يعني احنا الاثنين 5 متفقين في كل حاجه انا وكيرو لغايه النهارده. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. ودلوقتي بقى نخش في عب تاني خالص. زي ما انتم شايفين كده، دول شويه رز كده بالكاري وعليهم شويه كبده بالفلفل الالوان، سعره 35 جنيه. وانا كنت مستقل الكبده قوي، بس ب 35 جنيه برضه يعني 8 سندوتش بصراحه. يلا بينا نتذوق. يلا بينا. طعم الكبده واضح هنا لسبب ما. جميل. هنا الكبده عجبتني قوي قوي. مفيش العصاره اللي كانت موجوده في الساندوتش بتاع الكبده، فطعم الكبده واضح ان العصاره اللي كانت في الساندوتش هي اللي مغطيه على طعم الكبده. بس الرز مش قد كده. الرز عادي جدا فرشه، بس الكبده بتخطف. هنا الكبده بتخطف. سيبونا نركز معاها شويه. هنا فعلا الكبده وهميه، كانت هتاخد 10 من 10، بس لسبب ان الرز فرشه مش واخد بهارات، هو واخد لون اصفر اساسا، وده شكله لا كاري ولا غيره. كويس، يعني تحس انه مقرب على دقدقه سنه بسيطه قوي، سنه بسيطه قوي، بس حلاوه الكبده مع الشطشطه بتاعتها خطفتني خطفه جامده قوي قوي حرفيا. جميله جدا. هديله كام؟ 9 من 10. 9 من 10. والنقطة الثانية، انت كل معلقة رز تقريبا هتاكلها بالكبدة، مفيش رز حاجة. لا الكبدة مغطية الوش كله بصراحة. بالنسبة لسعره والله المفروض يستاهل 10 من 10. حلو. لا بس عندك مشكلة في الرز. في الرز ما انا عارف. بس فده اللي مخليه 9 من 10. يا مسهل يا رب. هنجيب ده اللي جاي الاختراع بقى، اختراع من الاختراعات. هنجيب لكم بقى حتة اختراع في الجون، اوعوا تروحوا اي حتة. نخش بقى على الاختراعات الجديدة من عند عم حودة. ده ساندوتش اسمه تورونتو، وزي ما انتم شايفين كده ده ما شاء الله مليان حاجات كتير. عباره عن قطعه برجر 100 جرام، بانيه، سجق مدخن، بيض، جبنه شيدر، زيتون، وده سعره 60 جنيه. انا بالنسبه لي غالي قوي 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 قوي، على ان احنا بنتكلم برضو في مطعم شعبي. بس هنا حصل غلطه بعيدا عن السعر بقى. انا طبعا السعر غير راضي تماما.
ان هو جاب لنا 2 من ده، وبرده في ساندوتش تاني من الغاليين جاب لنا 2 منه، وبنحاول والله نتواصل معاه من اسبوعين من اول ما عاوزنا نصور الفيديو ده، من ساعه لما كيرو كان عايز يصوره ما بيردوش على التليفون، لازم تجيب من ابلكيشن خارجي يا اما انت تروح تجيب الاوردر بنفسك. يلا بينا ندوق، بس انا السعر برده ما زلت مش هرضى عليه. يلا بينا ندوق. يلا. مبدئيا الدنيا ماشي كويسه على عيني وعلى راسي، بس هنا البرجر نفس طعم وتوابل الكفته اللي كلناها، وده كان شيء كويس بالنسبه لي مش بطال. ما حسيتش غير بالنسبه للحوم، اكتر حاجه كانت غالبه معايا هي البرجر اللي هو بطعم الكفته، اللي انا حاسس ان هو طعم الكفته ده. البانيه ما حسيتش بيه قوي، ولا السجق المدخن. الجبنه الشيدر وهميه، في صوص اللي هو زي الصوص بتاع البرجر ده، الصوص البرتقاني سنه ده جميل جدا، مش تيستي، لا صوص تاني اللي هو صوص البرجر، كان عامل ميكس حلو قوي مع الجبنه. السعر للاسف يعني دي نقطه فشل هذا الساندوتش. عايز اسمع راي كيرو ورقمه وانا هقول رقم. طيب انا بالنسبه لي انا حسيت بطعم كل حاجه، البانيه، السجق المدخن، البرجر، الجبنه الشيدر، الصوصات اللي محطوطه في الساندوتش عجبني جدا، ميكس جميل، كل الاطعمه ماشيه مع بعضيها، مفيش طعم تحس انه غريب او مش في مكانه. الساندوتش عجبني جدا، هديله 8 من 10. انا طبعا هحط السعر في الاعتبار، للاسف ما ياخدش اكتر من 5 من 10 ب 60 جنيه. ده انا معلش هروح اكل من اقوى المطاعم العالميه بال 60 جنيه دي الساندوتش. انا 5 كيلو 8. هنروح للي بعد كده ونرجع لكم تاني، ونروح لعب تالت ولا رابع تاني من عند عم حوده. زي ما انتم شايفين كده، ده رغيف حواوشي، لونه مش افضل لون في التاريخ، حواوشي بالسجق، سعره 48 جنيها و25 قرش. مش عارف اللون بصراحه، يعني لقمه العيش مش لطيفه، بس يلا بينا ندوق. يلا عم كوكو، يلا بينا. يلا. الدنيا جميله، وفي كمان جبنه موتزاريلا. السجق قليل قوي، بس هقول حاجه يعني لتالت مره تتكرر معايا، ان نفس خلطه الكفته قريبه جدا من خلطه الكفته. معرفش كيلو هتتفق معايا ولا لا؟ لا، يبقى انت عندك سجق كتير. في هنا توابل مختلفه كتير عن ان هو بيبقى حاطط في النص اللحم، وفي الطرف بيحط صبع السجق. ما انا لسه واكل السجق دلوقتي، قعدت اكل في لحم. ايوه. طيب مبدئيا حلو، يعني لا من الحاجات اللي ده سعره كام؟ 48 جنيه. هو السعر غالي شويه برضو على الحجم، لانه حجمه صغير مش كبير، بس كحواوشي لحمه بالسجق انبسطت بيه انا كمان مبسوط بيه. هي بس النقطه الوحيده ان توابله كلها في اللحمه، سواء برجر او كفته او حواوشي، الدنيا قريبه من بعضها، بس ده العيب الوحيد، بس هي كويسه، يعني هي اوريدي كويسه. السجق طبعا عالمي، لقمه العيش حلوه جدا وفيها قرمشه، رغم انه بقاله شويتين حلوين ومسخنينه، بس لسه فيها سنه القرمشه الحلوه. ما عنديش مشكله بالنسبه لسعر مع كواليتي مع كميه، ياخد 7.5 من 10. كوكو. طيب انا تعقيبي، انا موافق على جوف كل حاجه، تعقيبي الوحيد السجق ده كان يتحط في النص، او يعني ده ما يدوش ساندوتش، ممكن يقطعه لان الصباع كبير اللي هو حاطه في الربع بتاع الساندوتش، فلو قطعه فكره حلوه ووزعه هيبقى افضل بكتير، يبقى الميكس كله كامل متكامل. هتدي له كام؟ 8 كيلو 8 وانا 7.5. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. ونرجع تاني للدلع والعيش. ده سجق اسكندراني مفروم زي ما انتم شايفين كده، برضو مليان الحمد لله سجق، وسعره 22 جنيه. متروس سجق مفروم وريحته عالميه. يلا بينا ندوق. هو بتاع زمان والشعره. سجق مفروم كما قال الكتاب. اعتراضي الوحيد انه بالنسبه لي ملحه زياده سنه، وكنت محتاج يعني علشان يبقى كما قال الكتاب بالظبط يبقى مزز سنه. دول اللي ناقصينه، ان ملحه زياده سنه والمزازه مش موجوده للاسف. بس غير كده الناس اللي بتاكل السجق المفروم، عشاق السجق المفروم، مش اي حد على فكره يحب السجق المفروم، لازم ناس بتعشق السجق لان هو ليه كده تركيبه غريبه. خلاصة السجق بالظبط. هديله كام؟ هديله 9 من 10. عجبني، لذيذ، سعر كميه كواليتي 9 من 10. كوكو. طيب اتفق مع جو في 9 من 10، بس انا هقول
مملح شعره بسيطه يعني ما تضايقش. بس كان محتاج يبقى ميزز برضو علشان يبقى على الكتاب، على اللي يمشي على الطريق المستقيم. اتفق مع جوف نفس الكلام. تمام اتفقنا انا وكيرو، وهنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. ودلوقتي نخش على عب سابع من عم حوده، مكرونه بالشيش طاووق. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، شويه مكرونه كتير، شويه شيش يعني واربع حتت بانيه كده من على الجناب. يلا بينا نتذوق يا عم كوكو. سعرها 45 جنيه 50 جنيه 50 جنيه. انا حاسس ان البروتين او الفراخ قليله بعض الشيء. المكرونه اللي هو ايه، معلقه صلصه ونزلها سلقها وحط عليها معلقه الصلصه وقلبها كده بس، ما فيش، ما اديهاش بقى لا فلفل اسود ولا اي حاجه. والفراخ حاسسها نفس ذات الموضوع، هدوق حته فراخ لوحدها. المكرونه ما فيهاش تسبيكه خالص. الشيش حلو، الشيش عادي عادي. تعالى ندوق البانيه. مش عارف ليه حاطط بانيه مع مكرونه بالشيش. هو وراك مش صدور. حلوه والله حته البانيه دي اللي هي مش في الطبق اساسا، تحت المتوسط. انا ما انبسطتش، انا يا كاجو ما انبسطتش. الشيش ما فيهوش طعم اللهب وتوابل الشيش اللي احنا متعودين عليها القويه دي. المكرونه فعلا مدلوقه في الصلصه وطلعوها مش واخده مش اي حاجه فيها خالص. ما فيهاش توابل. الستريبس او البانيه ده طعمه جميل، هو احلى حاجه فيها بصراحه، احلى حاجه فعلا فيها. فما عجبتنيش الصراحه دي النهارده. احب ولا سعر ولا بالظبط، ولا طعم. دي اقل حاجه بالنسبه لي. انا هتاخد معايا النهارده هتاخد 3. انا اتفق صح، انا حسيت هي 3. طيب اللي جايه قبل الاخير لسه نجيب لهم بقى نجيب لكم شويه حاجات تقيله بقى. اوعوا تروحوا اي حته لغايه ما نرجع. ونرجع تاني لسندوتشات الاكزير والعظمه. ده سندوتش اسمه اكزير في اي بي، وده عباره عن سجق بلدي وشاورما دجاج وجبنه شيدر وزيتون. طب هو اللي انت قلته ده نصه مش موجود. اولا مفيش شاورما، وانت ما قلتش بانيه وفي بانيه، وقلت زيتون ومفيش زيتون. انت قلت سوسيس او هوت دوج ولا ما قلتش؟ وفي سوسيس، يعني هو ساندويتش غير كل المكونات اللي مكتوبه دي. لا في شاورما وفي حاجات اضافه غير، يعني على مزاجه. ايوه ب 60 جنيه سعره 60 جنيه. لن ارضى تماما على ساندويتش شعبي بمكونات شعبيه ان هو يوصل الى هذا الموضوع. يبقى على كده بقى معلش المطاعم العالميه بقى وكنتاكي وكودور والناس دي كلها تبيع الساندوتش ب 500 جنيه. لا كتير. يلا بينا ندوق. يلا بينا. السر في الجبنه التشيدر، هي احلى وطعمها هو الحاجه الوحيده اللي واضحه، زائد السجق المشوي في الساندوتش ده بس. يعني انا لا حسيت بطعم بانيه ولا حسيت بطعم سوسيس اللي هو اصلا مش مكتوب في الساندوتش وموجود، ما حسيتش بيه. الشاورما كده كده مش موجود، الزيتون اللي مكتوب برده مش موجود. فساندوتش سجق بالجبنه التشيدر ب 60 جنيه ده يعني لا يرضي لا مؤمن ولا غير مؤمن بصراحه. ده يعتبر اقل حاجه جت معانا النهارده. اقل حاجه جت اقل يعني اقل ان انا ادفع 60 جنيه في سجق. وهنا السجق قليل على عكس سندوتش السجق اللي في الاول كان ب 25 جنيه او 22 جنيه حاجه. هنا السندوتش كله على بعضه هتلاقي فيه صابع ولا صابع ونص سجق. فلا طبعا للاسف انا ده النهارده هصفره 60 جنيه على لا شيء، صفر. وانا بس حابب اقول يعني انا اكلت ساندوتش كله بقى الحته دي ان مش هتفهم حاجه، مش نافش خالص. بس الجبنه الشيدر كويس بصراحه. هو طعم الجبنه بس اللي باين. ايوه طعم الجبنه بس اللي باين. بس فانا برضو هديله صفر كبير للاسف. لا ب 60 جنيه يا عم. ليه احنا فين احنا؟ لا كتير جدا. ولا سعر ولا مكونات. لا يا عم حوده خف شويه، الناس تعبانه يا عم حوده الله يبارك لك. الناس يعني لما بتتعب بتروح للكبده والسجق بيقولوا حاجه على قد الايد وعلى قد جبنه، انما كده لا، كده مش على قد الايد خالص بصراحه. هذا الساندوتش للاسف اسوأ ساندوتش معايا النهارده انا وكيرو. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. ونرجع تاني بقى لاصل الناس دي يا جماعه. هو ده اللي يطلع حلو من تحت ايديهم. زي ما انتم شايفين كده ده ساندوتش سجق مدخن وعليه مايونيز وتسبيكه صلصه وفلفل اخضر وشويه السجق ما شاء الله مليان بصراحه. سعره 22 جنيه. ويلا بينا ندوق. هو بتاع زمان، لم يختلف شيء، بل اضافه المايونيز هنا مخليه الموضوع لطيف شويه. طب يا جماعه انا الساندوتش ده ما عجبنيش
مقارنه بالسجق المفروم او السجق البلدي، فده بالنسبه لي ما جاش. ما عجبنيش. ماشي. انت بالنسبه لك، انا عشان فاهم هو دماغه فيها ايه. هو كده كده كيرو ملوش في السجق المدخن من زمان، وانا وهو نفس الموضوع، احنا ما بنحبوش قوي. بس هو كسجق مدخن، هو سجق مدخن للي بيحب السجق المدخن، هو سجق مدخن صرف. بس انا وكيرو هنفضل ايه؟ هنفضل السجق رقم واحد بالنسبه لنا المشوي. ايوه البلدي. ايوه البلدي المشوي. وبعد كده المفروم اللي هو الاسكندراني المفروم. هتديله كام من 10 ده؟ ما عجبنيش. طب ما عجبش كيرو. انا كانه هو سجق تركي، سجق مدخن. ما هو لا، التركي ده المفروم، بنقول على المفروم تركي. اكمنه هو سجق مدخن كما قال الكتاب ب 22 جنيه، حجمه كويس، ياخد معايا لا 7 من 10. هو عمل السجق المدخن صح بصراحه. هنجيب اخر حاجه. والله فيديو حلو، والله كان فيديو حلو، والله يا ريتني سمعت كلامك من زمان. حبيبي يا جو حبيبي. طيب هنجيب اخر حاجه ونرجع لكم على طول. واخر حاجه معانا النهارده يا جماعه للاسف زي ما انتم شايفين كده، ده سندوتش سكالانس حجمه كبير. زي ما انتم شايفين ده عباره عن حلاوه ومربى وقشطه، وسعره 20 جنيه و18 قرش. بس ده ب 20 جنيه، ده انا بجيبه من واحد تاني مشهور بيبقى مظبطه عن كده بكتير بصراحه. يلا ندوق ونشوف. يلا بينا. دي طعم حاجه داخله على بوظان. مربى غالبا. لا مربى. لا بوظان لا. طيب كيرو داقه وشمه قال لي بصراحه يعني داخل والطعم فيه حاجه، بس برضه علشان ما نبقاش ظالمين، الساندوتش ده بقاله حوالي ساعه تقريبا، واحنا زي ما انتم شايفين الجو صيف قوي، فممكن يكون فيه مكون فيه ضرب منه عدل الاخر. النص بتاعي سليم. بالظبط هو ساندوتش واحد بالظبط. فعشان ما نبقاش ظالمين، وهو مش بايظ، هو بيفكر كده. المربى بتفكر تعمل حركه مش لطيفه بس ما لحقتش تعملها بصراحه. طيب كسعر مع كميه مع كواليتي، انا هنا ما انبسطتش، بعيدا عن الطعم اللي هو كان هيروح في داهيه ده، بس لا مش ظابط الميكس. القشطه ما حسيتهاش بنكله، الميكس مش مظبوط خالص. يعني ده ممكن نقول اقل حد او اقل ساندوتش سكالانس اكله في حياتي. الميكس مفيش بنكله. قطمه احس بحلاوه، بس قطمه احس بالمربى اللي داخله على بوظان دي. قشطه مفيش. للاسف بالنسبه لي كساندوتش سكالانس ب 20 جنيه ما عمليش السكالانس. 18 قرش. و18 قرش ما عمليش السكالانس. فانا انت عارف انا هديله كام؟ انا صفره بصراحه. مفيش مشكله خالص. انا حابب اقول ان يعني النص بتاعي انت بتاكل حاجه حلوه فبرضه مبسوط. بس فهو جو يصفره انا ما عنديش مشكله، بس طبعا انا باكل حاجه حلوه وانا بحب الحاجه الحلوه. دي رايك. انا مثلا ادي له 3 مثلا. ماشي. حاجه حلوه، بتاكل حاجه حلوه بس يعني وب3 كده حلوه، ده احنا نفخناه كده بس. طيب يلا. اوفر اول انا اكتر حاجه عجبتني النهارده ممكن اقول رقم واحد السجق المشوي. كان وهم. ايوه البلدي. الرز بالكبده، كانت الكبده اللي فيه عالميه بعيدا عن الرز، بس كانت الكبده حلوه قوي يعني فوق الوهم. تمام. مين تاني؟ المفروم كان حلو، كان جميل برضو. كان كما قال الكتاب بصراحه. وانا ممكن اقول الحواوشي برضو خطفني رغم ان لونه كان مخوفني قوي. انا اللي عجبني اكتر من الحواوشي سندوتش التورونتو. لا انا التورونتو لا، انا السندوتشات اللي ب 60 جنيه دي ما حسيتش بحاجه فيهم، هما الاثنين بصراحه سيئين جدا. طيب ونفس الترتيب بتاعي في بقيه الحاجات الثانيه اللي قلتها. متفق يا جو، ما عنديش اي مشكله خالص. طيب اوفر اول هتدي المطعم ده كام من 10؟ وخد بالك حط السعر في الاعتبار، الله يبارك لك. احنا بنتكلم في حاجه بتاعت الغلابه. المفروض نرجع لتقييم الطعم بس. اسهل لنا بكتير. كان اسهل لنا بس كده. اسهل لنا بكتير. هم بيحبوا كله على بعضه باكج مع بعض. سهلوها علينا يا جماعه. فحط كده حسبتك وقول لي كام من 10. كنت بديله 7.5 وده كده. لا انا كنت اقول 7. لا وانا كده عامل خاطر لجو عشان هو عمال يكبر عليا. ما عشان بصراحه هو يا جماعه ما لو هنقارنه من ابو اخر لو هنقارنه بكامبا، هو كامبا حوالي نص الاسعار في كل حاجه، من اول الكبده والسجق لغايه السندوتشات اللي هي الفراخ البانيه والكلام ده كله. هو حرفيا كامبا نص السعر، وكامبا تقيل قوي يعني محدش يعرف يعلم عليه. انت اخرك هتنافسه من ابو اخر. فان انا يعني دبل السعر في نفس الحاجه، وكامبا بيعمل الحاجه حلوه وممكن في حاجات تبقى احلى كمان. فحلو قوي عليه 7 صدقني، وكده ده بزياده.
لازم اجيبك بقى في فيديو كامبا يا باشا، نعمل منيو كامل انا وانت. انا عملته قبل كده زمان بس لا يتعمل خلاص تاني. يا جماعه احنا نعمل فيديو حوده ضد كامبا، ايه رايكم؟ اكتبوا لنا في التعليقات. انا عارف مين اللي هيكسب في انا عايز الآخر. اعرف. ماشي، اكتبوا لنا في الكومنتات لو حابين الفكره دي نعملها. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم زي ما وتكونوا اتبسطتوا عجبنا. معانا. طبعا عجبنا جدا، ومن اجل هذه اللحظات السعيده عايزين 20000 لايك وشيروا الفيديو ده في كل مكان. واللي ما اشتركش في القناه يشتركوا ويفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلوا كل جديد. ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كيرش بوي وكيرو، سلام.